السلام عليكم وأهلا بيكم في رحلة عبر التاريخ. أغمضوا عينيكم للحظة. تخيلوا إننا مش في القرن ال21. تخيلوا إننا بنسافر عبر الزمن، مش سنة ولا 100 سنة. إحنا هنسافر 4000 سنة لورا، إلى زمن النيل فيه هو شريان الحياة والموت. زمن المعبد فيه هو مركز الكون. زمن الفرعون فيه هو ظل الإله على الأرض. لكن الزمن ده تحديداً كان مختلف. كان زمن مليان مجد ومليان انهيار، مليان بناء ومليان أطماع، مليان مؤامرات وبطولات غيرت شكل العالم. أهلاً بكم في مصر قبل 40 قرن. أهلاً بكم في عصر الدولة الوسطى وعصر الإضمحلال الثاني. عشان نفهم العظمة لازم الأول نشوف حجم الفوضى اللي سبقتها. قبل البداية دي مصر كانت غرقانة في 100 سنة من التفكك. عصر الاضمحلال الأول، مفيش ملك قوي، حكام الأقاليم بيحاربوا بعض، البلد متقسمة والشعب بيعاني، لحد ما ظهر بطل من قلب الجنوب، من طيبة الأقصر حاليا، اسمه منتحتب الثاني. من اللحظة دي بدأت الدولة الوسطى. لو الدولة القديمة كانت عصر بناة الأهرام، فالدولة الوسطى هي عصر النهضة الحقيقي. المصريين رجعوا يثقوا في نفسهم وفي بلدهم. الأدب انفجر. لأول مرة بنشوف نصوص بتحكي عن مشاعر الناس، عن العدالة وعن الشوق للوطن، زي قصة الفلاح الفصيح اللي بتحكي عن فلاح بسيط بيروح يشتكي للوالي من الظلم، وبسبب بلاغته وفصاحته صوته بيوصل للفرعون. دي كانت رسالة إن صوت المواطن حتى لو ضعيف بقى مسموع. وزي قصة سينوهي، أعظم عمل أدبي مصري قديم، قصة مسؤول كبير خاف وهرب من مصر بعد موت الفرعون، وعاش سنين طويلة بره، ورغم كل نجاحه في الغربة قلبه كان بيتقطع من الحنين لمصر. قصة عن الهوية والانتماء. لكن النهضة ما كانتش بس كلام على ورق، كانت أفعال على الأرض. الزراعة كانت محتاجة ثورة. ملوك الدولة الوسطى خصوصاً أمن محات الثالث بصوا على منخفض الفيوم، منطقة مستنقعات ضخمة. بقرار عبقري عملوا مشاريع هندسية جبارة، شقوا قنوات عملاقة من النيل للفيوم، وحولوا المستنقعات دي لأكبر صومعة غلال في مصر. آلاف الأفدنة الجديدة اتزرعت، والأكل بقى متوفر للجميع. وفي العمارة شفنا معابد ضخمة ومقابر مهيبة بترجع هيبة الدولة. لكن الحفاظ على القمة مش سهل. رغم الإنجازات العظيمة دي، الدولة الوسطى كانت دايماً واقفة على حافة الخطر. الضغوط كانت من كل اتجاه. من الجنوب النوبيين كانوا قوة صاعدة، والذهب بتاعهم كان حيوي لمصر. من الشرق البدو في سينا كانوا دايماً بيحاولوا يدخلوا الدلتا. ومن الداخل، وده كان الأخطر، حكام الأقاليم الأغنياء، كل واحد فيهم كان شايف نفسه فرعون صغير في منطقته، وكانوا دايماً بيكرهوا فكرة إن في حاكم قوي في العاصمة بيسيطر عليهم. عشان كده ظهر واحد من أقوى ملوك مصر، سنوسرت الثالث. سنوسرت ما كانش بيهزر، فهم إن القوة العسكرية هي الحل. في الجنوب قاد حملات عنيفة ضد النوبيين، وبنى 8 قناع حصينة تعتبر من أقوى التحصينات في العالم القديم. ناقش لوحة على الحدود وقال فيها: أي ابن لي لا يحافظ على هذه الحدود فليس بابني ولم يولد مني. وفي الداخل سحق نفوذ حكام الأقاليم، ألغى مناصبهم الوراثية وقضى على طموحاتهم، ورجع كل السلطة في إيد الفرعون. سنوسرت الثالث كان هو اللي ثبت أركان الدولة وخلاها تعيش فترة رخاء طويلة. بعد سنوسرت ومن محات الثالث الملوك اللي جم كانوا ضعاف، والقاعدة في التاريخ واضحة: لما الحكم المركزي بيضعف الأطراف بتطمع. مصر بدأت تتفتت من تاني، حكام الأقاليم رجعوا يظهروا، الفوضى بدأت ترجع. وفي اللحظة جانب دخلوا من الشمال الشرقي من سينا. المصريين سموهم حقا خاسوت، ومنها جت كلمة الهكسوس.
خلينا نوضح حاجة. الهكسوس مش جيش نظام احتل مصر فجأة، دول كانوا شعوب آسيوية سامية بدأت تهاجر لمصر وتستقر في الدلتا على مدى عشرات السنين. استغلوا ضعف الدولة، وبدل ما يكونوا ضيوف بقوا هم الأسياد. سيطروا على شمال مصر كله وعملوا عاصمة ليهم في الدلتا اسمها أوارس. الصدمة الحضارية. تخيل المصري اللي شايف نفسه شعب الله المختار وأرضه هي الأرض المقدسة، فجأة يلاقي حاكم أجنبي نجس زي ما كانوا بيسموهم قاعد على العرش في الشمال. الصدمة العسكرية. جيش مصر كان معتمد على المشاة، العساكر اللي بتمشي على رجليها. فجأة الهكسوس دخلوا بأسلحة رعب تكنولوجي أول مرة المصريين يشوفوها. العجلات الحربية، الخيول، سلاح سريع مرعب بيسمح للمحارب يضرب السهام ويتحرك بسرعة. الأقواس المركبة، أقواس أقوى بكتير ومد أبعد، سيوف برونزية أمتن. الجيش المصري اتهزم في الشمال ومصر اتقسمت. الهكسوس في الشمال وحكام مصريين ضعاف بيحكموا الجنوب من طيبة وبيدفعوا الجزية للهكسوس. مصر كانت في أحلك عصورها، محتلة وذليلة، لكن في الجنوب في طيبة كان في شعلة مقاومة لسه ما نورتش. ملوك طيبة الوطنيين الأسرة ال17 قرروا إن كفاية ذل. البداية كانت مع ملك اسمه سقن رع تعا. الراجل ده بدأ المناوشات. الروايات بتقول إن ملك الهكسوس بعت له رسالة مستفزة بيقول له: أصوات أفراس النهر اللي عندك في طيبة اللي على بعد 700 كيلومتر بتزعجني في أواريس. كانت رسالة إهانة معناها أنا سيدك. سقن رع أعلن الحرب. إحنا ما نعرفش تفاصيل معركة، لكننا شفنا نهايته. المومياء بتاعته اللي اكتشفناها كانت شاهدة على وحشية المعركة. جمجمته كانت متكسرة ببلطة ومطعون بخنجر. سقن رع مات في ميدان الشرف وهو بيحارب، لكن موته ما كانش النهاية، كان البداية. مراته الملكة العظيمة يحتب مسكت البلد وربت أولادها على الثكر. ابنها الكبير كامس كمل الحرب. كامس كان شاب متحمس، قاد جيشه شمالا، ولوحة النصر بتاعته بتحكي إزاي هاجم على أواريس نفسها عاصمة الهكسوس وحاصرهم. لكن كامس هو كمان مات في ظروف غامضة قبل ما يكمل المهمة. المهمة وقعت على عاتق أخوه الصغير أحمس الأول. أحمس كان عنده درسين اتعلمهم، درس أبوه سقن رع تعا ودرس أخوه كامس. أول حاجة عملها هنتعلم سلاح عدونا. أحمس جهز جيش مصري لأول مرة بالعجلات الحربية والأقواس المركبة. سنة 1550 قبل الميلاد أحمس قاد الجيش التحرير الأخير، ضرب حصاره محكم على أواريس، وبعد معارك طاحنة في البر والبحر في فروع النيل أواريس سقطت. أحمس ما طردش الهكسوس من الدلتا بس، ده طردهم لحد ما خرجهم من سيناء وحاصرهم في قلعتهم شاروهين في فلسطين. رجع مصر ووحد البلد كلها من تاني. وبسقوط الهكسوس على إيد أحمس الأول انتهى عصر الإضمحلال الثاني، وبدأت أعظم فترة في تاريخ مصر كلها، الدولة الحديثة. من النهضة العظيمة للدولة الوسطى، للسقوط المرير تحت احتلال الهكسوس، للتحرير العظيم. التاريخ ده بيعلمنا درس، بيعلمنا إن الحضارة زي الإنسان بتمرض وممكن تقع، لكن الدرس الأهم إن مصر كانت وما زالت صخرة صلبة. كل ما تتعرض لغزو أو انقسام أو أزمة بترجع أقوى من الأول. الهكسوس رغم إنهم كانوا غزاة، لكنهم من غير ما يقصدوا ادوا لمصر أعظم هدية، علموها إزاي تحارب بأسلحة جديدة وفتحوا عينيها على العالم اللي بره. من رماد الاحتلال ده قامت الإمبراطورية المصرية اللي حكمت الشرق الأدنى كله. تاريخنا مش مجرد قصص في كتب، ده دليل على إن الأمة دي
مهما واجهت بتعرف دايما إزاي تعود من جديد.